مساء الفل عليكم جميعا وعلى كل عشاق النادي الاهلي وكل متابعي قناه العلامه على اليوتيوب وصفحتي على الفيسبوك وصفحه عصام المعلاوي. مكسب مهم وكبير جدا النهارده للنادي الاهلي على نادي الزمالك، 3 أهداف مقابل لا شيء في 45 دقيقه، تغيير تام في النادي الاهلي. ويعني مباراه في الشوط الثاني اتغيرت تماما بالنسبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده عنده غيابات بالجمله في النادي الاهلي. عنده محمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر ابراهيم وعمرو السوليه وبرونو سافيو، وعنده لعيبه كتير جدا غايبه النهارده. ولذلك النادي الاهلي الدفاع النهارده كان في امان، كان رامي ربيعه وخالد عبد الفتاح النهارده اللي بيلعب مباراه قمه، اول مباراه قمه له مع النادي الاهلي ضد نادي الزمالك. وكان متألق النهارده ايضا محمد هاني وحسين الشحات وعلي معلول واليو ديانج وحمدي فتحي، اللي واحد من نجوم اللقاء النهارده اللي عمل 3 أهداف، مفيش ولا اروع من كده، واداء رجولي في وسط الملعب. ايضا جنب منه اليو ديانج الدبابه الماليه اللي عمل مباراه النهارده، اللي فاز بجائزه لاعب المباراه مان اوف ذا ماتش النهارده. النادي الاهلي عمل مباراه كبيره النهارده واستطاع ان هو يفوز على فريق نادي الزمالك في ظل كان يعني التزامات كبيره من فريق نادي الزمالك للمباراه ديت بالذات، لان مباراته خروجه من الكاس امام بيراميدز. والنهارده استطاع نادي الزمالك ان هو يتهزم من النادي الاهلي ب3 أهداف مقابل لا شيء. المباراه الشوط الاولاني كان يعني عايز اقول لك ان شوط سيء جدا من الفرقتين، وكان في حذر من الفرقتين، وكان شغل مدربين شويه لان الفرقتين كانوا خايفين من بعض. الشوط الثاني استطاع النادي الاهلي ان هو يغير المباراه تماما، واستطاع ان اللي يحرز الهدف الاول اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، اللي يعني عايز اقول لك عمل مباراه النهارده. ايضا مباراه سموحه في الدور قبل نهائي في الكاس، والنهارده مباراه اللي بيقود الهجوم النهارده النادي الاهلي ويحرز الهدف بمبينيه من حمدي فتحي واحد من نجوم اللقاء، ويحرز الهدف الاول اللاعب محمود عبد المنعم كهربا. يعني عايز اقول لك النهارده لتاني مره مارسيل كولر بيكسب الرهان في محمود كهربا. ثم يعني عايز اتكلم بس على لقطه كده مهمه كده في المباراه. اللقطه الاولانيه اللي هي خروج كهربا بعد ما جاب الهدف، وهو بيسلم على محمد شريف وبيقول له ان شاء الله هيجيب جول. سبحان الله، مفيش. محمد شريف حط الهدف الثاني على يمين محمد عواد، هدف ممتاز جدا، كره ترد من حمدي فتحي تيجي لمحمد شريف يحطها على يمين محمد عواد. ثم الهدف الثالث عرضيه جميله جدا من علي معلول، برضه ايضا من حمدي فتحي من ناحيه الشمال، وعرضيه من علي معلول. ويعني عايز اقول لك وعرضيه جميله جدا محمد شريف برجله الشمال يحطها في سقف المرمى لمحمد عواد. يعني عايز اقول لك وكان الهدف الثاني سبحان الله بتاع الاهلي، الهدف الثاني بتاع الاهلي كان اللي موجود على الخط مين؟ كان سبحان الله كان مين؟ كان شيكابالا. يعني عايز اقول لك ان وشه نحس جدا، ويوم ما بيكون واقف يا الزمالك يا هو بيجيب جون والزمالك ينغلب، يا واقف على الخط والزمالك يجي في جون. فعايز اقول لك مباراه يعني الهدف رقم 51 لمحمد شريف في بطوله مع النادي الاهلي. والنهارده النادي الاهلي عمل مباراه كبيره جدا جدا جدا. ومارسيل كولر يعني بص تغيير الكهرباء ان هو يلعب كهربا النهارده وتغيير الكهرباء وينزل محمد شريف، برضه نزول محمد شريف عمل تغيير وحط هدفين. يعني حاجه بمنتهى غيابات كتيره للنادي الاهلي النهارده. وبص فرحه الجماهير بتاعت النادي الاهلي بعد اللقاء، لقطه المباراه النهارده هي احتفال اللعيبه مع جماهير النادي الاهلي. فبنطلب من الكابتن محمود الخطيب ان هو يدفع الغرامه للاعب محمود عبد المنعم كهربا عمل حاجات جميله جدا. وشفنا يعني كهربا هو بيبكي النهارده بعد الهدف الاول وقلعه التيشيرت النهارده وبيحرز الهدف الاول للنادي الاهلي. فعايز اقول لك 3 نقاط مهمين جدا 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 للنادي الاهلي، وفوز مهم جدا. وربما تكون في اخبار من مجلس اداره نادي الزمالك ضد يعني اخبار عاجله النهارده وقرارات عاجله في نادي الزمالك. ممكن يكون اقاله فيريرا المدير الفني البرتغالي، جيسفالدو فيريرا المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك. ربما تكون في اقاله لجيسفالدو فيريرا لاعب نادي مدرب نادي الزمالك. وعايزين نعرف النهارده في علامات استفهام النهارده لاحمد السيد زيزو اللي مستواه نزل جامد جامد جدا جدا جدا. وعايز اقول لك ان النادي الاهلي النهارده عنده غيابات كتيره جدا، غيابات كتيره جدا. واستطاع ان النادي الاهلي النهارده ان هو يفوز ب3 أهداف مقابل لا شيء في ظل غيابات كتيره في نص الملعب. عمرو السوليه والنهارده ما كانش برضه واحد زي احمد عبد القادر ما كانش في مستواه، ولا محمد مجدي قفش. واستطاع برضه ان النادي الاهلي ان هو يفوز. حمدي فتحي في وسط الملعب واليو ديانج بيبصموا على كل كوره، بيقطعوا كل كوره. ايضا
حسين الشحات، وايضا محمد هاني اللي بيعمل مستوى عالمي جدا 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 في الجبهه اليمنى، وايضا النهارده مروان عطيه اللي نزل برضه كان عامل بصراحه في وسط الملعب حاجه كبيره جدا، وايضا رامي ربيعه. عايزين نقول خالد عبد الفتاح النهارده كان متالق جدا جدا ومباراه قمه. الاهلي يفوز بلقاء القمه 125 في تاريخ مواجهات النادي الاهلي والزمالك، ومليون مبروك لكل جماهير نادي الاهلي العظيمه وكل عشاق النادي الاهلي وكل متابعي صفحه عصام المعلاوي على الفيسبوك وقناتي على اليوتيوب قناه العالمي. واشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك، وان شاء الله تشتركوا في القناه قناه العالمي على اليوتيوب. اشوفكم على خير.